يعني ممكن واحد يحفظ 1000 كتاب ومش شايف حاجة، وواحد تاني بسيط لكن قلبه يشوف أكتر مما يتقال، وده يفتح باب اعتراض تاني. طب فين العقل؟ ابن عربي ما لغاش العقل، بس قال له أنت وسيلة مش وجهة، العقل يوصلك لحد الباب لكن ما ينفعش يدخلك. وهنا بقى اللحظة اللي بتلخص المدرسة كلها، الغيب مش ضد الواقع، الغيب هو عمق الواقع. الفرق بيننا وبينه مش إن هو شاف حاجة غريبة وإحنا لأ، الفرق إن هو شاف إن الواقع نفسه أغنى بكتير مما نراه. ومن هنا الكشف عند ابن عربي مش نهاية الرحلة، ده بدايتها، لأنه بعد ما تشوف لازم ترجع تعيش وتتعامل من غير ما تتكبر ولا تدعي. وبعد ما دخلنا الغيب من باب التذوق والكشف مع ابن عربي، نيجي بقى لناس قالوا استنى بس، هو الغيب لازم يتحس ولا ممكن يتفهم؟ ابن سينا شاف الكون زي نظام تشغيل عبقري، الله المصدر الأول ومن عنده يحصل فهم، مش انفجار، لا تدرج، العقول تنزل واحد ورا التاني لحد ما نوصل للعقل الفعال، وده بقى المسؤول عن الوحي والإلهام والأحلام. لحظات زي ازاي جات لي كده، يعني النبي اتصال أقصى بالعقل الفعال، الفيلسوف اتصال أضعف شوية بس شغال.